يا رب لا تجعل سعادتي أو حاجتي بيد مخلوق من عبادك، ولا تجعل ضعفي أو انكساري إلا لك وحدك. يا رب لا تحوجني لأحد، ولا تجعلني عبئا على أحد، واجعلني غنيا بك عمن سواك. يا رب لا تريني عيبا في نفسي كرهته وبغضته في غيري، واجعلني ممن يرون عيوبهم ويصلحونها ولا يدافعون عنها. يا رب إني أستودعك لساني فلا تجعله يغتاب إنسانا، ولا ينطق كذبا، ولا يقول قولا أندم عليه يوم ألقاك. يا رب لا تجمعني بمن يضمر الشر لي، لا حلما ولا صدفة ولا واقع، ولا تشغل عقلي بما يقلقه، ولا قلبي بمن لا يرحمه، ولا وقتي بما لا ينفعه. وكن لي وكن معي، واجعلني بك أقوى وبك أغنى عن العالمين. يا رب لطفك وعفوك ورحمتك ومغفرتك ورضاك والجنة. يا رب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم جدا. فيديو تشجيعي كده. روتيننا النهارده هنطبخ بقى مع بعض كده. هنعمل بقى صينية سمك تونة في الفرن ورز اصفر وشوية تنظيفات كده. ان شاء الله الفيديو يعجبكم جدا. ده شكل السمك اهو، ده سمك التونة. بنضفه بقى كده، بشيل بقى كل الزعانف كده اهي. طريقة تنظيفه سهلة جدا زي ما انتم شايفين كده اهو، ما بياخدش وقت. بقطع بقى كل الزعانف دي اللي بيبقى على الظهر اهو، ودي برضو اهي. واشيل بقى الديل. طريقة تنظيفها سهلة جدا عشان الناس بقى المبتدئين واللي لسه متجوزين جديد. زي ما انتم شايفين كده اهي. بفتح بقى البطن كده اهي. هفصل بقى الراس عن السمكة. وبفتح بقى البطن كده واشيل بقى كل اللي جواها كده اهي، عشان برضو لو حابة بقى تحشيها. بتعملي لها بقى خلطة كده او تتبيلة بتبقى حلوة قوي قوي، بتخلي طعم سمك التونة حلوة جدا. هنعمل مع بعض بقى صينية سمك تونة كده، احلى صينية ان شاء الله بطريقتي، خلطة تحفة. حاجة كده تفتح النفس. بحاول بقى انضف بقى السمكة كده اهي. لو عندك بقى الفرشة بتاعة تنظيف السمك، بس طبعا السمك ده بيبقى طري فحساس جدا، عايز بقى معاملة يعني بالراحة جدا وانت بتنضفيه عشان ما يتهرش معاكي كده. هعمل برضو السمكة التانية بنفس الطريقة دي اهي. السمكتين دول كيلو، بس بيرمي كمية حلوة يعني، بيطلع بقى صينية حلوة كده. عشان انا بقطعه ما بسيبوش سليم. لو انت بقى عايزاه سليم براحتك يعني، لو حابة بقى تعملي السمكة سليمة كده زي ما هي براحتك يعني، بتنضفيها وما بتقطعهاش حتت صغيرة زي ما انا هقطعها يعني. بنضف برضو التانية اهي. شايفين؟ بعملها ببطن صبعي كده عشان بس اللحم بتاعها ما يتريش معايا اهو. خلاص كده لازم تنضفيها كويس جدا لغايه ما تبقى الميه بتاعتها بيضه خالص. وبطنها من جوه كده بيضه ونضيفه جدا. خلاص كده اهي. بغسلها كذا مره لغايه ما تشوفي بقى الميه بتاعتها صافيه كده. لو عايزه بقى تسيبيها سليمه زي ما هي كده وتفتحي فتحتين من فوق من الظهر وفتحتين من تحت براحتك. لو حابه بقى تقطعيها زي ما انا قطعتها كده اهي. انا قطعت السمكه حتتين والديل كده الديل لوحده يعني اهو. شايفين؟ خلاص كده الميه بتاعتها صافيه خالص اهي. بجيب ليمون بقى واعصره عليها كده اهو. بلاش خل، لان الخل لو انت نقعت السمك في الخل بيدوب اللحم بتاعه. لو انت يعني ممكن تحط شويه خل وتشطفها على طول، ما تسيبهاش منقوعه في ميه وخل، لكن ممكن تنقعها في ميه وليمون يكون افضل يعني. خلاص كده اهو. هسيبها منقوعه شويه كده على ما اجهز بقى الخلطه بتاعتنا. خلاص كده انا غسلته كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين وصفيته. وجهزت بقى الخلطة بتاعتنا. معانا بقى طماطم وبصل وجزرة مبشورة كده وفلفل ألوان. مقطعة بقى البطاطس شرايح. لو مش حابة بقى تحط بطاطس براحتك. ومقطعة برضو البصل جوليان كده أو شرايح برضو أهي. ومقطعة برضو الفلفل بنفس الطريقة دي والطماطم. بحط بقى كل المكونات دي على بعض. واحط بقى الجزرة المبشورة دي بتخلي طعم الخلطة حلو قوي قوي اهي. ممكن برضو الخلطة دي تاخدي منها شوية كده وتحشي بها السمك كده. لو انت هتحب، لو هتحطيها سليمة مش هتقطعيها زي ما انا مقطعاها،
يا دوب بس فتحتين من فوق من الظهر، وفتحتين من تحت كده، وتحشيها بقى من جوه بالخلطة دي. ممكن برضو تحشيها وانت مقطعاها كده. معايا هنا بقى التوابل: معلقة صغيرة كده من الملح، عليها معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة كده من الكزبرة الناعمة أو المطحونة، ومعلقة صغيرة من الكمون. هنضيف برضو نص معلقة صغيرة كده من الكركم، بيخلي لون الخلطة حلو أوي أوي أهي. معايا هنا برضو ورق لورا. لو عندك بقى توابل سمك، بهارات سمك، بتحطي نص معلقة صغيرة كده من بهارات السمك. ومعايا هنا برضو معلقة صغيرة كده من الثوم المهروس، ده أساسي بقى في الخلطة بتاعتنا، بيخلي طعمها وريحتها حلوة قوي. قلب بقى كل المكونات دي مع بعض اهي. ما شاء الله ريحتها حلوة قوي. شايفين كمان لونها حلو قد ايه. خلاص كده هقطع برضو ليمونتين كده، هقطعهم شرايح، احطهم بقى على وش الصينية اهي. ورص السمك ده كده. لو انت عايزه بقى تحشي من الخلطه دي في السمك زي ما انتم شايفين كده اهو، بس بتبقى بقى ايه مقطعاه صغير يعني. هيبقى فلفل الوان، على توم مهروس كده، على شويه جزر مبشور. وتحط بقى على الخلطه توابل، وتحشي بقى السمك زي ما انت عايزه يعني. خلاص كده اهو. معايا هنا بقى طماطمايه مقطعاها شرايح كده، وليمونه برضو مقطعاها شرايح، هحطها بقى على وش السمك اهي. لو عندك بقى كزبره وبقدونس، بتاخدوا بقى الورق بتاعه كده وتحطيه برضو في الخلطه اللي انا حطاها تحت السمك دي، بيبقى ريحتها حلوه قوي، وكمان بتخلي طعم الخلطه حلو جدا. خلاص كده اهي. كده بقى صينيه التونه بتاعتنا جاهزه. هحط بقى شويه زيت كده على الوش، معلقتين كبار كده من الزيت على وش السمك. وادخلها الفرن بقى، واسيبها بقى على الرف الوسطاني لغايه ما تستوي كده، وبعد كده اشغل عليها الشوايه تديلنا لون حلو كده. ادخلها الفرن على درجه حراره 180. خلاص كده اهي. شايفين بقى بعد ما استوت خالص، والخلطه بتاعتنا استوت، والبطاطس حطيتها بقى تحت الشوايه تاخد اللون الحلو ده. شايفين بقى الجمال، ريحتها وطعمها حلو قوي قوي. كمان شايفين بقى اللحم بتاعها مستوي قد ايه اهو. الخلطه بتاعتها ما شاء الله حلوه جدا. بتقدميها بقى كده جنب رز اصفر، ممكن برضو رز صياديه، بيبقى طعمه حلو قوي. شايفين البطاطس مستويه قد ايه. جربوها بطريقتي ان شاء الله تعجبكم قوي قوي. شايفين بقى الجمال. وعملت بقى الرز اهو عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. شايفين بقى حلوه قد ايه. شايفين، جربوه بطريقتي ان شاء الله هيعجبكم جدا. هنغسل بقى المواعين بتاعتنا كده بعد بقى الاكل ده. ده الصابون اللي انا عاملاه معاكم قبل كده. شايفين لونه حلو قد ايه. فاتح خالص، وكمان الرغوه بتاعته ما شاء الله كثيفه كده. هغسل بقى الحوض كده، عشان وانا بغسل المواعين بحب احط المواعين جنب كده تتصفى الاول قبل ما ارصها في المطبخ يعني. خلاص كده اهو. هغسل بقى المواعين كده، ده روتين تشجيعي كده، عشان بقى ايه لو انت قاعده بقى تقومي بقى تشجعي كده. وما تنسيناش بقى في تعليق حلو كده، وترفعي لنا بقى الفيديو باللايكات عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو اول مره تزوري قناتي، ما تنسينيش بقى في الاشتراك، وتفعلي بقى زر الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد بنزله. وانت بتغسلي بقى المواعين كده، بتغسلي بقى الكوبايات الاول، عشان مثلا طبعا المواعين دي مثلا مطرح سمك او مطرح اي حاجه تانية، فبتبداي بالكوبايات عشان بس ما الكوبايات بتلقط من اي ريحه يعني. تلقط بقى ريحه السمك، اي حاجه تانية. فلازم تبداي بالحاجات اللي هي الازاز، زي ما انتم شايفين كده اهو. الحاجات الصغيره الاول، الحاجات اللي هي ايه، تحس ان هي نظيفه، ما كانش فيها اكل كتير او متوسخه كتير. بغسل بقى الكوبايات الاول. شايفين بقى الرغوه بتاعه الصابون عامله ازاي. الصابون ده انا عاملاه معاكم قبل كده بمكونات بسيطه جدا يعني، كمان من غير دقيق. موفره جدا، بدل ما ترمي بقى الزيت المستعمل مطرح القلي، او بواقي الزيت المستعمل. بتعملي بقى برضو صابون اعاده تدوير كده، وبيطلع معاك احسن من اللي بتشتريه من بره، وكمان توفير يعني. شايفين الرغوه بتاعته قد ايه.
بحب اغسل بالمواعين بالذات بقى الالومنيوم يعني. بحب بقى حلل الالومنيوم تكون بتبرق كده، فبحب بقى اغسلها بالسلكه والصابون اللي انا عاملاه ده. خلاص كده غسلت بقى الكوبايات الاول كده. ببدأ بقى بالاطباق بقى اللي انتوا شايفينها دي اهي. والبلاستيكات برضه، لان الازاز والبلاستيك اكتر حاجه بتلقط بقى الريحه، فانا بغسلهم هما الاول كده اهو. انا بستعمل بقى البريل بس في غسيل الحوض مثلا، غسيل ايديا بعد المواعين كده. لكن ما بحب اغسل بقى المواعين بالسلكه والصابون اللي انا بعمله، بينضف اكتر يعني. شايفين بقى الرغوه بتاعته عامله ازاي؟ احسن من اللي بتشتريه من بره بكتير جدا. اهو شايفين النظافه بتاعته، بتخلي المواعين بتبرق كده، وما شاء الله بتنضف على طول يعني. اهو بشيل اي دهون. بستعمله برضو في الوصفات، يعني غسيل مثلا البوتاجاز، غسيل السيراميك. بستخدمه بقى في الوصفات اللي زي دي، او في الغسيل الحاجات اللي بيبقى فيها بقع اكتر او دهون اكتر يعني. برضو لو عندي مثلا فلاين بيضة بتاعت ولادي برضو وجوزي، لو فيها بقع ما بستعملش كلوريكس ولا كلور خالص. بمسك بقى الصابونة دي وبرغي كده على مكان البقعة، وبسيبها شوية منقوعة في الرغوة يعني، أو في الصابونة كده. وبعد كده بغسلها بلاقيها ما شاء الله نضفت خالص وبيضت خالص، أحسن من الكلوريكس والكلور والكلام ده كله. أنا بغسل بقى الأول كده أهو، وبعد كده بكومه جنبي، وبعد كده بشطفه واحطه بقى يتصفى كده. وبعد ما بيتصفى بقوم رصاه. ببدأ بقى في غسيل الألمونيا كده. بغسل بقى الطاسات والحلل والحاجات اللي زي دي. شايفين بقى بخلي الألمونيا بتبرق خالص ازاي؟ شايفين؟ بخليها بتلمع كده وبتبرق خالص. هغسل برضو الحلة اهي. بحب اغسل الحلل قوي يعني، بحب ادعكها جدا لغاية ما تبقى بتبرق كده. شايفين؟ يعني دي حلل فرح، يبقى لها يعني داخلة على 11 سنة. ما شاء الله شايفينها بتبرق قد ايه. عند الطاسات ما بحوش عليها انا كده صدى، او بسيب الطاسه اركنها بالزيت والكلام ده كله، لا انا بغسلها اول باول حتى تلاقيها بتبرق معايا. كل الالمونيا عندي كده. برضو بغسل هنا اهو. خلاص كده انا خلصت اهو. بشطف بقى يعني، انا بغسل الاول وبعد كده بشطفه كده مره واحده يعني. انا بغسله الاول مره واحده، وبعد كده بشطفه كله مره واحده برضو. وبسيبه بقى يتصفى على الحوض كده. لو دايما بقى ايدك في الحوض كده او في كل حاجه حواليكي، مش هتلاقي بقى كركبه خالص يعني. دايما المواعين بقى اللي بتتوسخ بتغسلها اول باول. بتلاقي بقى كل حاجه حواليك نضيفه كده. برضو هغسل البوتاجاز بعد بقى ما خلصت الاكل وكده. شايفين بقى الحوض خلاص شطبته خالص اهو. البريل بقى بسيبه بغسل بيه الحوض، وبغسل ايدي بس بعد المواعين. خلاص كده اهو. شايفين بسيبهم بقى لغايه ما يتصفوا كده، وارجع بقى كل حاجه مكانها اهو. شايفين بيلمعوا قد ايه. هغسل برضو البوتاجاز كده. البوتاجاز اصلا نضيف، انا ايدي فيه على طول يعني. بعد ما بخلص الاكل بمسح بقى البوتاجاز على طول، عشان ايه ما يكونش يعني ايه زيوت ودهون وحاجات من دي. شايفين حاجات بسيطة خالص اهو. عليه بس زيت كده مطرح القلي الصبح، قلي بقى البتنجان والبطاطس وكده. وبرضو بعد الطبيخ اهو. دي كلها زيوت اهي. فانا امسحه سريع سريع يعني، مش محتاج بقى خلطة ولا وصفة ولا اي حاجات من دي. معايا بقى البخاخة دي اهي. البخاخة دي حلوة قوي كمان، بتشيل برضو الدهون. بس انا بستعملها بس ايه في الحاجات السريعة يعني. اما بقى الحاجات المستعصية مثلا زي الحروق والدهون والحاجات دي، انا عملت معاكم قبل كده خلطات حلوة قوي قوي، بتنضف بسرعة جدا وكمان ما بتاخدش وقت. فانا هرش بقى من البخاخة دي كده اهي. وهمسحه برضو. وطبعا العيون بتاعة البوتاجاز نظيفة، فمعلهاش حروق كتير يعني. لو حاجات بسيطة بقى هقولك برضو بتدعكها بالسلكة كده وانت بتمسحي.
مش هتحتاجي بقى تشيليها كده وتحطيها بقى في الحوض وتغسليها بقى تحت الحنفية ولا اي حاجات من دي. يا دوب بس بتغسليها بس او بتدعكها دعكة كده بالسلكة وانت بتمسحي بقى البوتاجاز. خلاص كده اهو. مسحته كله زي ما انتم شايفين كده اهو. يعني الحروق البسيطة دي بدعكها كده زي ما انتم شايفين اهي، مش هتشتريها ولا اي حاجة يعني. اما بقى لو هي حروق بقى مستعصية والكلام ده كله وحاجة جامدة يعني بتشيليها بقى وبتشوفي بقى الفيديو اللي انا منزلاه قبل كده بتاع غسيل البوتاجاز. والحروق بقى والدهون والحاجات اللي زي دي. خلطة حلوة يعني وكمان متوفرة في كل بيت، المكونات بتاعتها سهلة خالص اهو. خلاص كده اهو. همسح برضو الاستيكر بقى بتاع غطا البوتاجاز برضو. انا عشان دايما بنضف بعد الاكل وبعد اي حاجه بعملها على البوتاجاز بلاقيه دايما نضيف يعني، ما باخدش معايا وقت وكده. همسح دي برضو اهي، مرش برضو بالبخاخ ده بشيل بقى كل الدهون وامسحه برضو اهو. بجيب بقى فوطه ناشفه كده وبمسح بقى الاستيكر برضو اهو. بمسح برضو البوتاجاز كده اهي اهو. خلاص كده. يا رب الروتين بتاع النهارده يكون عجبكم والفيديو بتاعنا يكون خفيف عليكم كده. ده روتين تشجيع ان شاء الله. تقوموا بقى تشجعوا كده وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. بمسح برضو الحامل بتاع البوتاجاز اهو. هو طبعا نضيف يعني بمسحه بس من طرطشة الزيت بقى اهو شايفين. خلاص كده. يا رب الفيديو ينال اعجابكم واستنوا له فيديو جديد وصفة جديدة وارفعوا الفيديو باللايكات عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. شايفين بقى الجمال بيلمع خالص اهو. يا رب الفيديو ينال اعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.